هاقول لِك النهارده إزاي تضبّطي تورتة الأدوار، وإزاي تختاري المقاسات المضبوطة بالنسبة للقواعد، وإزاي تضبّطيها بالشكل ده ويكون كل القواعد مع بعض نازلة في الدويل في النُص بالشكل ده. هاعمل معاكِ كل ده إن شاء الله في خطوة واحدة بس من غير ما تستخدمي لا برجل ولا منقلة ولا مسطرة ولا مثلث ولا أي حاجة إطلاقًا. وهاقول لِك كمان إزاي تضبّطي الكيك ويطلع معاكِ مرتفع بالشكل ده، وكمان المقاسات المضبوطة للكيك علشان تنجح معاكِ تورتة الأدوار. يعني هاقول لِك إن شاء الله كل حاجة النهارده وأسرار هتسمعيها لأول مرّة، بس يا ريت لو أنتِ بتشوفيني لأول مرّة أنا اسمي رشا النشاوي ودي قناتي. يا ريت لو أنتِ لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل، وكمان لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد. يالّا بينا نكمل ونبدأ في المقادير. معايا أنا 800 جرام سبونج جاهز بالفانيليا، ومعايا كمان 9 بيضات، ومعايا محسن جل خارج من الفريزر، ومعايا كمان مَيّة متلجة خارجة من الفريزر. قبل كل حاجة لازم هتكسّري البيض واحدة، واحدة زي ما أنتم شايفين علشان لو في عندِك أي مشكلة في البيض هتقدري إن أنتِ تتجنبيها. هتقولي يا رشا أنتِ ليه هنا استخدمتِ 9 بيضات وأنا دايمًا باستخدم لكل 100 جرام باستخدم لهم بيضة. أنا استخدمت هنا بيضة زيادة علشان البيض حجم البيض كان عندي صغير جدًا. بعد ما كسرت البيض هاحط عليه ذرة الفانيليا وبعد كده أحط كوباية كبيرة مَيّة متلجة من الفريزر، وبأكد كل مرة إن المَيّة متلجة من الفريزر، وبعد كده أحط عليهم كمان معلقة كبيرة محسن جل، وأضيف عليهم الإسبونج وأضربه في العجان مدة لا تقل عن 5 دقايق ولا تزيد عن 7 دقايق. يعني أنا باوريكم الخليط في العجان لسه يا دوب يعني مش جايب ربع بولة العجان. لازم قبل ما تشيلي الخليط من العجان يكون الضعف من 3 ل4 أضعاف، ركزي في النقطة دي مهمة جدًا. جبت هنا بقى القوالب أو الحلل اللي إحنا هنشتغل فيها. جبت هنا حلة مقاس 16 وحلة مقاس 22. لازم يكون فرق بين المقاس والتاني أو الدور والتاني يكون 4 ممكن 5 ممكن 6. جبت ورقة زبدة وعملتها كده مربع في مثلث وعملتها في قاع الحلة، طبعًا عملناها مع بعض كتير جدًا قبل كده. نفس الحكاية ما عملت في الحلة الصغيرة عملتها في الحلة الكبيرة، وجبت قطعة زبدة من التلاجة وغلفت بقى الجوانب علشان الكيك ينزل معانا سهل ومضبوط من الحلة. شايفين يا جماعة، شايفين الاسبونج لازم لونه يفتحي بالشكل ده، لازم يكون المقدار الضاعف ما شاء الله لحد ما بقى مايل لبولة العجان بالشكل ده. أنا باشتري الخليط بتاع الاسبونج يا جماعة في الاسباتيول مش بيقع، القوام ما شاء الله متماسك ما يكونش سايل. ما شاء الله لونه فاتح هش بالشكل ده. هنا جبت قسمة الخليط بالشكل ده كده يعني على الحلتين. لازم النقطة المهمة هنا يا جماعة إن أنتِ تجيبي خلة وتمشّيها بالشكل ده عشان تخلّي مسام الكيك ضيّقة، وده اللي أنتم هتشوفوه بعد كده وأنا باقطّع الكيك. وبعد كده هندخّلها على فرن سابق التسخين على حرارة 180 بياخد معايا بالضبط من 45 دقيقة ل55 دقيقة. هتقولي إزاي يا رشا؟ هاقول لِك الحلة الصغيرة اللي هي مقاس 16 هتاخد معايا 45 دقيقة وأخرّجها، وبعد كمان حوالي من 5 ل10 دقايق حسب فرنِك هنرجع تاني أطلّع الحلة الكبيرة. طلّعت الحلة الصغيرة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. أنا اختبرتها بالخلة، يعني ما تفتحيش على الفرن قبل 35 دقيقة. اختبرتها بالخلة، شايفين الخلة يعني ما شاء الله طالعة ناشفة إزاي. الكيك طالع مرتفع ومضبوط جدًا. وبعد 7 دقايق طلّعت الحلة الكبيرة. هتقولي لي يا رشا؟ أقول لِك لإن هنا حجم الحلة أكبر من الحلة التانية، فلازم تاخد وقت أطول منها. جبت أنا بقى فوطة مخصصة للكيك وغطيتهم بالشكل ده، وبعد ما بردوا أنا غطيتهم بالستريتش راب ودخلتهم التلاجة علشان نبدأ نشتغل فيهم تاني يوم.